السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الحمام الأسود في المنام. ترمز رؤيا طيور الحمام بالنسبة للإنسان إلى الشعور بالراحة والسكينة، لكن رؤية الحمام الأسود تزعج البعض وتثير القلق. فرؤيا الحمام الأسود في المنام دلالة على وجود مشكلات يعاني منها الحالم. إذا رأى أنه يقوم بحبس حمامة سوداء في منامه، تلك الرؤيا إشارة إلى تربص أعداء له. أما إذا رأى أنه يصطاد حمامة سوداء، يفسر بأنه يخفي شيئا. أكل حمامة سوداء بتدل على الفتنة بغير حق والتودد إلى أشخاص فاسدين الأخلاق. تفسير رؤيا الحمام الأسود للعزباء. رؤية الحمام الأسود للعزباء في المنام ويقف فوق بيتها وكانت الحالمة تشعر بالسعادة، فتلك إشارة إلى تسببها في حدوث مشكلات. أما إذا رأت أنها تبعد الحمام الأسود من الوقوف فوق بيتها ثم يأتي حمام أبيض ليقف مكانه، فتلك الرؤية تشير إلى تخلصها من الهموم والمشكلات. رؤيا الحمام الأسود في المنام تدل على تقدم شخص سيء لخطوبتها وشعورها بالراحة والسلام بعد رحيله. رؤيا الحمام الأسود للمتزوجة. فشراء الحمام الأسود للمتزوجة تشير لمواجهة بعض المشكلات والأزمات في حياتها. إذا رأت المتزوجة في منامها أنها تقوم بتربية الحمام الأسود ثم يموت، بشرة خير بالسعادة والرزق القادمين لها بمشيئة الله. كما تشير تلك الرؤيا إلى زوال الأزمات المادية. رؤيا الحمام الأسود للرجل في المنام. إذا رأى الرجل في المنام أن زوجته تحضر له الحمام الأسود ليذبحه، فتلك الرؤيا تعني أنه سوف يتخلص من المشكلات التي تواجهه في حياته. قد تعني تلك الرؤيا انتهاء معاناته من الأزمات المالية. إذا رأى الرجل أن لديه الكثير من الحمام الأسود داخل بيته، تشير إلى أنه يعاني من مشكلات في حياته الزوجية. أما إذا تخلص من هذا الحمام، يرمز إلى زوال المشكلات في القريب. تفسير رؤيا الحمام الأسود للحامل. فهو يدل على التعب في فترة الحمل. أما رؤيا الحمام الأسود ميتا في منامها فدلالة على صحتها هي وطفلها بإذن الله. إذا رأت الحامل أنها تشتري زوج من الحمام الأبيض، إشارة إلى أنها ترزق بتوائم وستسعد كثيرا بأطفالها وسيبارك الله لهم فيها. رؤية الحمام الأسود للمطلقة. قد تكون علامة على أن هذه المرأة مقبلة على حياة جديدة. أيضا رؤيا الحمام الأسود للمطلقة علامة على الخيرات والسعادة التي تهبط عليها في الفترة المقبلة في حياتها. رؤية الحمام الأسود علامة على الحياة السعيدة التي ستعيشها هذه المرأة مع رجل خلوق يصونها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.